غدا أول شهر رجب، فهل نصوم أم لا؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أولا كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأقبلت علينا مواسم الطاعة. يا رب اجعلنا وإياكم يا رب من الفائزين ومن المعتقين من النار ومن الفائزين بجنة الرحمن سبحانه وتعالى، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأسأل الله عز وجل ألا يدخل عليكم هذا الشهر إلا وقد فرج الله همومكم وكروبكم ووسع أرزاقكم وقضى ديونكم وشفى مرضاكم يا رب العالمين. غدا أول يوم في شهر رجب المبارك، فيا ترى نصوم ولا ما نصومش؟ احنا قلنا قبل كده حبايبي ان طبعا رجب شهر الغرس اللي بنغرس فيه العمل الصالح، وشهر شعبان هو شهر السقيا اللي بنسقي فيه العمل الصالح، وشهر رمضان هو شهر الحصاد، وأجمل ما نحصده في شهر رمضان هو التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي الخوف من الجليل كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. والتقوى هي من أعظم أسباب تفريج الهموم والكربات وزيادة الأرزاق. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا من الهموم والكربات والمصائب والأزمات ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاحنا قلنا ان احنا في ايام شهر رجب وشهر شعبان لابد ان احنا نبدا الاستعداد لرمضان من شهر رجب بفضل الله سبحانه وتعالى، بالاكثار من الصيام والقيام وقراءه القران وذكر الرحمن ومصالحه الناس من حولنا وبر الوالدين وصله الارحام والصدقات ولو كانت يسيره ودلاله الناس على الخير وقراءه القران الى غير ذلك من الاعمال الصالحه، مع عمل قلبي الا وهو حسن الظن بالله، لان بحسن الظن بالله بفضل الله تتحقق كل الأمنيات في الدنيا والآخرة. فقد قال جل وعلا في الحديث القدسي: قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. طيب، يبقى احنا سنكثر من العبادات بشهر رجب وشعبان، وطبعا داخل علينا رمضان. طيب، من ضمن العبادات بل من أهم العبادات الصيام. طب هنصوم ازاي بقى؟ المولى عز وجل يوضح لنا قدر وقيمة الصيام، فيقول جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يحدد الجزاء لأن الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا عن أهل الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، وفي رواية: باعد الله النار عن وجهه 100 عام. وقال صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شهر شعبان، عن انه يكثر من الصيام في شهر شعبان، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، خدوا بالكم، بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، فاحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم. الله اكبر. ايه الدلاله من الحديث ده؟ الدلاله من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حب يوضح للصحابه وللامه ان شهر شعبان كان الناس بتغفل عنه لانه بين شهرين عظيمين، شهر رجب ده من الاشهر الحرم، وشهر رمضان طبعا اعظم الشهور. فعايز يقول لهم ان كان الاهتمام كله بالعباده في شهر رجب وفي شهر رمضان، فبيقول لهم: واوعوا تغفلوا عن شهر شعبان، لان امنا عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي روايه: كان يصوم شعبان الا قليلا. طيب، هنصوم بقى بكره ولا لا يا شيخ محمود؟ انت عمال بتكلمنا عن الصيام وعن العباده وعن فين اجابه السؤال؟ ادي اجابه السؤال. اجابه السؤال ان احنا يعني من السنة ان احنا نزداد في عمل الخير وفي الاعمال وفي الاعمال الصالحة في مواسم الخيرات اكثر من اي وقت مضى، وبخاصة في الاشهر الحرم. تمام؟ طيب، لكن احنا في يعني ليس عندنا اي نص
ولا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في